عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. هعمل ايه النهارده؟ هعمل كشري مصري. انا حمرت البصل، مكان البصل نزلت بالايه بالشعريه. هنا كده الشعريه اهي احمرت، هنزل بالايه بالعدس مغسول ومنقوع ومتقطع. تمام. وهنا كده هنزل بالرز. بصوا بقى هنزل بايه، ادي مرقه، فلفل اسود، كزبره، كمون، الملح. نقلب بقى كله كده مع بعض. هننزل بقى ايه في ميه بتغلي، ده ميه تمام كده. نظبط بس الملح ما شاء الله كده ايه نشرب اهو. نوطي بقى عليه. هنا بقى معايا الزيت اهو. الزيت ده طبعا مكان الايه تصفيه البصل، مكان ما محمرين في البصل. تمام. هنزل بقى بايه ثوم وكزبره وشويه كمون. تمام. حمروا كده كده ثوم وكزبره وكمون. ماشي. مكان ايه مكان الزيت اللي احنا حمرنا فيه البصل بتاع الكشري. تمام كده. انزل بقى بايه طماطم. نزلت بمرقه فوريه، كزبره، فلفل اسود، رشه ملح، رشه سكر. هنغطي بقى عليها. هنا ميه المكرونه اهي بتغلي، وهنا الحمص ما شاء الله قرب يستوي اهو، داخل على سوا. وهنا نشوف كده ايه الرز والعدس والشعريه كده. شايفه كده هو ايه ما شاء الله استوى. نشوف كده دي ما شاء الله هنا استوى اهو. وادي المكرونه اهي سلقتها وفلفلتها بايه بشويه زيت. وادي الصلصه تمام. وادي الحمص تمام خالص كده. هنحط له بقى ايه شويه كمون ونظبط الملح بتاعه. انا ما بحبش احط الليمون عليه وهو بيغلي كده، احط عليه الليمون بعد ما يستوي يعني، واحطه بقى في الكوبايات. تمام. يلا بقى لو عجبك بقى الفيديو او الكشري المصري بتاعي الجميل ده، لايك واشتراك. طبعا ما ننساش البصل اهو. وادي الدقه كمان اهو، عملت الدقه. وادي الشطه اهي بألف هنا وألف شفا. يلا بقى ما تنسينيش في اللايك واشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.